السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غادي نشارك معكم هذا الطبق ان شاء الله ديال الدجاج بطريقه جد سهله بمكونات بسيطه، وكيجي لذيذ في نفس الوقت، وكيجي يعني سريع التحضير، وكيجي كما قلت لكم طوب. يعني الماكله واعره. يلا خليكم معايا ان شاء الله، ما تنساونيش بجيم الفيديو، اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات كما كتشوفوا عندي هنا الدجاجه على وزن مثلا 2 كيلو، ربما يعني ما عرفتش الوزن ديالها، تقريبا يعني ديال 2 كيلو. عندي شويه ديال القزبور، عندي البصله مشلضه، عندي الزيت النباتي والزيت الروميه، عندي الحامضه مصيره اللب ديالها، وعندي الكمون والخرقوم وهذا السكنجبير وشويه ديال الثومه. المهم الثومه وهذا اللب ديال المصير، وهذا طحنتهم مزيان صافي، ماشي مزيان غير مهرمشين البنات. صافي كنضيف هاد المكونات ديال العطريه. المهم العطريه كيبقى لكم حسب الرغبه، ولكن جربوها ان شاء الله بهذه الطريقه اكيد غادي يعجبكم. المهم درت فيها شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير وهذا، وشويه ديال الملحه. صافي وزيت نباتي وزيت الروميه. دابا زدت شويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي كان يعني عندنا الدجاجه ديالنا نقيه يعني مغسوله، يعني مغسوله مزيان. صافي كندخل ليها هاد العطريه وكنخليها جانبا، وكنجيب القنيصات ولا هذاك الشيء ديال القشويشات ديال الدجاج حتى هما كندوزهم في هذيك العطريه. ونفس الطريقه بالنسبه للبصله، يعني مكوناتها كما قلت لكم بسيطه بزاف، وكتجي طبق لذيذ بزاف. صافي كما قلت لكم كنحط البصله هي الاولى، وكنحط الدجاجه ديالنا على الصدر ديالها. كما كتعرفوا الصدر يعني كيبغي يطيب. ودرت هذوك الكنيسات في الجوانب والكبده وشويه ديال الزيت اللي بقات. صافي كنديرهم على درجه الحراره عفوا حتى كيطيبوا. كنمرقوا واحد الكاس ديال الماء وكندخلوه في درجه الحراره 200 غير من الفوق حتى كيتحمر، وكنخليو المرقه ديالنا حتى كتغمر بحال هكا. والدجاج ديالنا في نفس الوقت هو كيتحمر، كنخليوه حتى كيتحمر مزيان البنات في الفوق او لتحت. عاد كنخرجوه كنقدموه في الطبسيل كما غتشوفوا دابا. فرشت ليه شويه ديال الخس وقدمت المرقه في الجوانب، يعني التزيين كيبقى لكم حسب الرغبه. ودرت شويه الزيتونات من الفوق. بغيتوها ديروه في المرقه كيبقى لكم حسب الرغبه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي كما قلت لكم رائع. جربوها البنات بهذه الطريقه كيجي لذيذ بزاف. اشتركوا في القناه فضلا وليس امرا، جيموا لي الفيديو وبارطاجيو لي القناه فضلا وليس امرا. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.